يا جدعان انتوا سمعتوا عن البني آدم اللي اشترى ميدان؟ والله مش شقة، ميدان. تعال أقول لك القصة من طقطق لسلام عليكم. معانا النهاردة فيلم من العيار الثقيل، الكوميديا الخالدة العتبة الخضراء، واللي فيه إسماعيل ياسين بيعمل الدور اللي ملوش زي. يلا بينا. إسماعيل ياسين الراجل الطيب الساذج البريء، لدرجة إنه ممكن يشتري برج إيفل لو حد قاله عليه عرض كويس. في الفيلم ده بيلعب دور راجل صعيدي بسيط جاي من بلده علشان يشتري أي حاجة تدر عليه. دخل في القاهرة، بس يا خسارة وقع في شر ناس نصابين ما يعرفوش ربنا. القصة بقى بسيطة وكوميدية موت. واحد نصاب اللي هو أحمد مظهر، الراجل الشيك اللي عنده كاريزما، نصاب درجة أولى، بيقرر يعمل ضربة العمر، يبيع ميدان العتبة الخضراء. والله الميدان نفسه. ولما إسماعيل ياسين اللي جاي من الصعيد وفلوسه في جيبه يقابل النصاب ده يقنعه إنه يشتري الميدان بمبلغ وقدره، والمسكين بيصدق وبيمضي العقد كمان، ويا فرحة ما تمت. تخيل معايا بقى إسماعيل ياسين داخل ميدان العتبة وبيقول للناس يلا يا جماعة الميدان ده بتاعي، اللي عايز يفرد فرشة يدفع لي، ويا ساتر على اللي حصل. الناس اتلمت والبوليس جه والراجل بيزعق: أنا اشتريت الميدان ده بعقد رسمي من الراجل المحترم. والمصيبة إن العقد مكتوب على ورقة كراسة. المواقف كوكب تاني من الضحك. إسماعيل ياسين داخل القسم وبيقول للضابط أيوة يا باشا، هو قال لي الميدان ملكه ووراني العقد وخلاني أمضي كمان. الضابط: والله انتي قلبك أبيض يا حاج، بس دماغك محتاجة فررمطة. الرسالة: الفيلم رغم الضحك والهزار فيه رسالة حلوة قوي، إنه مش أي حد يلبس بدلة شيك يبقى محترم، ومش كل حاجة تتباع، لأ بالمليارات ولا بالمشاعر. وإسماعيل ياسين بيقدم درس في الطيبة الزايدة اللي ممكن تخلي البني آدم يشتري ميدان حرفيا. الخلاصة يا جماعة الخير، العتبة الخضراء فيلم كوميدي تقيل بطعم الزمن الجميل، فيه خفة دم ومواقف عبقرية وتمثيل يخليك تتحكم في الضحك بالعافية. لو بتحب إسماعيل ياسين أو عايز تضحك من قلبك، الفيلم ده لازم تشوفه. بس خد بالك، لو حد حاول يبيع لك كوبري قصر النيل، افتكر إسماعيل ياسين وقف في ميدان العتبة وبيقول: الميدان ده بتاعي يا حضرات. لو عجبك الملخص ده دوس لايك وسبسكرايب وفعل الجرس علشان نكمل سلسلة أفلام إسماعيل ياسين والضحك من القلب. واستنونا في ملخص جديد قريب، وسلام يا أصحاب.